السلام عليكم. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم كيكة كتجي رائعة، كيكة بالتفاح والكراميل. أول حاجة غادي نبدا نحضر الكراميل في واحد الكاسرونة. عملت كاس السكر، 3 المعالق د الماء، وغادي نعملهم فوق البوطة على عافية مهيلة حتى رجعنا الكراميل. وفي هاد الأثناء هادي غادي نجيب التفاحة، غادي نحيد لها هاد الزوائد هادوما كما كتشوفوا في الفيديو، وغادي نقطعها شرائح رقاقين كما عاد تشوفوا معايا في الفيديو. على هاد الطريقة هادي كتجي هاد الكيكة بالتفاح، كتجي رائعة، اولا مقلوبة التفاح كما كيقولوا لها. كتجي لذيذة ورائعة وسهلة في التحضير، ما كتستغرقش شي وقت كتير وشي مقادير كثيرة. بالنسبة هنايا نتوما كتشوفوا كيفاش قطعتها. في هاد الأثناء الكراميل كيطيب على عافية مهيلة. هنايا قطعت التفاح وجدت القالب اللي غنعمل فيه الكيكة، فرشتلو بديك ورق الزبدة. وهنايا زدت واحد التفاحة قطعتها شرائح، المهم الاحتياط وصافي على حسب القالب اللي غادي نستعمل، ولكن ما استعملتهاش كاملة جوج تفاحات، استعملت غير وحدة وشوية هيداك. بعد ما طاب الكراميل غنزيد له واحد المعلقة زبدة صغيرة، وغادي نبقى نحركها مزيان حتى تذوب ديك الزبدة مع الكراميل. في الأول كتشوفوا بحال اللي كتقطع، بحال اللي كيعمل الكشكوشة، ولكن لا، ساعة كيرجع تعاود كيجي مزيون. عملت الكراميل في هاد القالب اللي غادي نعمل فيه الكيكة. ماشي ضروري تعملوا هاد القالب هذا، اللي عندكم توفر عندكم وصافي. عمل ديك الكراميل في القاع، وغنعمل عليه الطبقة هذه التفاحة اللي قطعت في الأول شرائح هيدا. غادي نستفهم بهاد الطريقة هادي، كنحاول نعمل واحد الطبقة كاملة د التفاح، ما نخليش شي خوا. بالنسبة للكراميل بحال اللي كيجمد شوية، ولكن ملي كندخلوه للفران يطيب ساعة كيدوب، كيبقى شي هيدا. في هاد المرحلة هادي عندي أنا الكراميل هنايا قصح. هانتوما كتشوفوا الطريقة كيفاش كنعمل هاد الطبقة هادي. كتجي رائعة ديك التفاح مع الكراميل، كتجي واحد الطبقة مزيونة. من بعد ما ساليت هانتوما كتشوفوا غادي نخليه على جانب، وندوز نحضر طبقة الكيكة. بالنسبة للكيك غنحتاج 2 بيضات. بالنسبة لها الكيكة ما كديش شي مقادير بزاف، وغنعمل واحد دانون. بالنسبة لهاد العلبة هادي الدانون غادي نعبر بها كلشي، من الأحسن خليوه يعني بها. غادي نعبر السكر والزيت والطحين. انا هنايا ما عملتش السكر مع البيضات، غنعمل كلشي مع بعضيتو ونخلط. هنايا غنضيف السكر، واحد العلبة دانون السكر. غنعمل المقادير كاملة نتوما عاد تشوفوا معايا في الفيديو. ما نعملش ديك نخلط السكر مع البيضات من بعد نزيد الزيت من بعد دانون. غنعمل كلشي مع بعضياتو وغنزيد الزيت. دائما العبار بهاد العلبة دانون. وبالنسبة لنكهة دانون بغيتو تستعملوا الفاني، أي نكهة عندكم. المهم غنزيد واحد لافاني، قبيصة د الملح، ضروري واحد القبيصة د الملح كنعملوها في أي حاجة. صافي غنخلط. بالنسبة هنايا عطيت نبني خلط، ولادي جاو من المدرسة وجبروني كنعدلها، قالوا حتى هما خصهم يشاركوا معايا يعدلوها، فقلت لهم علاش لا، يلا خلطوا مع راسكم. يعني ضروري مرة نعطيو وليداتنا هيدا كيبغيو يساعدونا في الطياب، يعني ضروري نعطيهم الخطر شوية. صافي هنا عاود جا بني آخر، قال حتى هو علاش يشارك آخر وانا لا. عطيتلو النوبة ديالو شوية. ايوا عملت لهم خاطرهم، الوليدات هما هادو، ما عندكم ما تعملوا. وصافي هنايا قلت لهم يلا نمشيو. صافي ساليتو خلطتو مزيان، دابا النوبة ديالي عطوني نكمل دغيا. صافي هنايا كما ذكرت معكم في الاول اللي عملت بيضات دانون زيت السكر لافاني وقبيصة الملح. دابا غادي نعمل الطحين. الطحين غنزيد كما قلت لكم القياس بهاد العلبة الدانون. غنعمل 2
العلبة دانون الطحين واحد الخمارات الحلوة. عملت العلبة الأولانية الطحين وغادي نزيد الثانية هي هادي وصافي. بالنسبة لقياس الطحين درتلي جوج العلبات دانون د الطحين، غادي نخلطها مزيان. وهنايا كنقولكم شكرا على المتابعة ديالكم وعلى التعاليق اللي كيعلقوا لي، شكرا بزاف ليكم، شكرا على المتابعة، وكنتمنى الفيديوهات ديالي يعجبكم. واخا ما كنشرش يوميا ولكن مرة كنبغي نشارك معكم بعض الوصفات. وشكرا على المتابعة، واللي ما شاركش كنقول له شارك في قناتي فضلا وليس امرا. وشكرا. وهنايا من بعد ما ساليت من الخليط الكيك غنكبو على هاد طبقة التفاح والكراميل وغادي ندخلو للفران يطيب. طيب بالنسبة للطياب ديالو بحال الكيكة عادية. صافي هنايا كتشوفوا كنحاول نغطي ديك التفاح كامل ميبقاش يبان ديك طبقة التفاح على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. كتجي هاد الكيكة رائعة، كنتمنى تجربوها. كديري شي مقادير كتارين. من بعد ما طابت خرجتها من الفران، هذا هو الشكل ديالها. غنجيب واحد الشفرة وغادي نتاكد بانها ما لصقاش في القالب، حيت انا هذا القالب ما دهنتوش من الجوانب، فرشت له غير ديك الورق الزبده من تحت، من الجوانب ما دهنتوش. ولكن اذا كان عندكم شي قالب الحواف ديالو عاليه على هذا دهنوه باش ما تلصقلكش معاكم. وانا هنايا ما لصقتش، غير كنتاكد وصافي. ملي نقلبها ما تبقاليش لاصقه. صافي هنايا غادي نجيب هاد الصحن هذا وغادي نقلبه فيه، عليها كتسمى مقلوبة التفاح. وانا قلبتها وهي باقا سخونه، ما خليتهاش حتى كتبرد، يعني باقا سخونه. القالب هذا الدجاج باقي سخون. غادي نحيد له هاد الورق هذا اللي عملته له في القاع. ما شاء الله هانتوما كتشوفوا ديك طبقة الكراميل واخا جمد في الاول، ولكن ملي كنخرجوها من الفران هانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي هاد الكيكة رائعة. وغادي نقطع معكم واحد الطريف، وكتجي هاد الكيكة معلكة ولذيذة بالكراميل والتفاح. ديك التفاح كيتعسل مع الكراميل، كتجي واحد الطبقة رائعة. وهنايا كنكون وصلت لاخر الفيديو، كنقول لكم مع السلامة الى فيديو اخر ان شاء الله.